السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله فيديو النهاردة هنعمل لكم فيه عصير. العصير ده يا جماعة حلو جدا لعلاج الانيميا. يعني بيعلي نسبة الهيموجلوبين بنسبة حلوة جدا يعني. وكمان بيدي طاقة للإنسان والجسم عالية جدا. فهو عبارة عن مكوناته يعني عبارة عن بنجر، تفاح، برتقان. طبعا ده يكفي فرد واحد. عايزه تزودي بقى مثلا للاسره كلها بتكمل يعني بتزودي العدد يعني. طبعا احنا عارفين كلنا فوائد البنجر، ان هو مضاد للالتهابات وفيه فيتامين سي، وطبعا فيه نسبه حديد حلوه جدا، وفيه طبعا مضادات الاكسده، ونسبه البوتاسيوم فيه عاليه. اما التفاح طبعا احنا عارفين ان هو لو الانسان كل تفاحية كل يوم ده بيبقى مفيد جدا لصحة القلب. يعني الانسان اللي متعود ياكل تفاحة كل يوم ان شاء الله ما يجيلوش جلطات ابدا، يعني ربنا يعافيه. وطبعا هو برضو بيحتوي على فيتامين سي زي البنجر، وبرضو فيه مضادات للاكسدة، وطبعا الحاجات اللي فيها مضادات للاكسدة دي بتعلي المناعة. اما البرتقال بقى طبعا كلنا عارفين ان احنا طبعا بيجي فصل الشتاء ما بنستغناش عن اكل البرتقال، لان هو فيه نسبة فيتامين سي كويسة جدا، وبيخفض كمان يا جماعة الكوليسترول، وبرضه بيقوي المناعة، ونفس اللي قلناه في الحاجات التانية ان هو برضه في مضادات للأكسدة زي البنجر وزي التفاح. بس طبعا العصير ده احنا هنعمله وان شاء الله يتشرب على طول، يعني ما تسيبوهوش فتره مثلا وايه تقولي طول النهار مثلا ممكن ايه اشرب منه شويه وارجع تاني اشرب منه تاني. لا، هو لازم يتشرب على طول، لان فيتامين سي انتوا عارفين ان هو بنفقده. يعني فيتامين سي بيضيع بسرعه، يعني لو عرضناه للحراره، سيبناه فتره طويله، هو فيتامين سي مشكلته ان هو يعني ما يقعدش كتير، يتشرب على طول. فدلوقتي ان شاء الله هنقطع بقى الحاجه وهنعصره في المكنه وهتشوفوا معانا دلوقتي ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي احنا بقى ايه قطعنا الحاجه، قطعت التفاح وقطعت البرتقال، قشرته وقطعته طبعا، والبنجر برضو قطعته. دلوقتي بقى احنا ايه دي هنعصره في المكنه دي. دي عصاره موالح. طبعا لو مش متوفره احنا بنعصره في الخلاط عادي، وانا ساعات بعصره في الخلاط واضربه كويس بس، وبعدين ممكن اصفيه ممكن ما اصفوش، والافضل ان هو ما يتصفاش يعني عشان تاخدي كل الفوائد منه. ودلوقتي بقى ان شاء الله هنعصر مع كل حاجه. ده شكل العصير يا حبايبي بقى بعد ما خلص. هو طبعا نزل متصفي من المكنه، لان المكنه دي بتفصل القشر عن العصير، فهي بصراحه بتريحني في الحته دي يعني. وطبعا انا برضو بعمله ساعات في الخلاط وبيدي نفس النتيجه. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. وما تنسونيش بقى يا جماعه في لايك وشير واشتراك في القناه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.